فخر مرتبة فبالمديح على بنيان مجدهم حازوا بمدح علاكم كل مكرمة ونالوا منك الغنى فضلا فقيل هم المديحون صراط القوم من لهم أضحى الزمان خديما يا لفخرهم. مداح الرسول صلى الله عليه وسلم. الإمام الصوفي والولي المرشد العارف بالله والمقبل عليه والمعرض عما سواه، ذو الأنفاس القدسية والنفحات الأنسية، الشاعر العماني الشيخ ناصر بن سالم بن عديم بن صالح الرواحي الملقب بأبي مسلم، من أبرز شعراء عمان في العصور الحديثة على الإطلاق. ولد سنة 21 و800 وألف للميلاد بقرية محرم بولاية سمائل، وهي إحدى ولايات المنطقة الوسطى، ويرجع نسب بني رواحة إلى قبيلة عبس. نشأ الشاعر أبو مسلم في سمائل التي اشتهر أهلها بالشعر والأدب والفقه والدين، وأخذ علمه على عدد من صفوة علماء وأعلام عصره من مشايخ أهل سمائل. كان من حسن طالعه أن نشأ في بيئة أدبية خصبة محافظة كانت في أوج ازدهارها، كما أنه من أسرة علمية توارثت العلم أبا عن جد. انتقل إلى زنجبار واستقر بها، وكان أحد أعلامها المتميزين، وتعرف هناك على مجموعة من كبار العلماء والقضاة الذين تفصح مراثيه لهم بعد وفاتهم على مدى العلاقات الوطيدة التي ربطته بهم. يا مصطفى الله يا مختار نظرته يا أصل ما أظهر الإبداع من فطري يا رحمة الله يا مبعوث رأفته يا مظهر اللطف في الأرواح والصور يا أول الكل بعد الله مبتدعا وأول الكل عند الله في الخطر يا أخير الرسل لا تأخير مرتبة وإنما السر مطوي عن الفكر يا ظاهرا بكمالات الظهور على كل الظواهر في سلطان مقتهر يا باطنا لم تفوته الباطنة ولا يدرك مقاماته علم من الفطار أنوار حبك في قلبي قد انطبعت جبلة كانطباع الشمس في القمر ما زال
حبك في روحي يخامرها حتى تجردت عن عيني وعن آثري. ما للمحبة مقدار إذا اقتصرت والحق حبك حب غير مقتصر. ما للمحبة مقدار إذا اقتصرت والحق حبك حب غير مقتصر. والحق حبك حب غير مقتصر. تجردا من هنات كلها حجب، تجردا من هنات كلها حجب. لا وصل والحب محجوب بذي الستر. لا وصل والحب محجوب بذي الستر. أدعوك خلف حجاب الكون منبسطا. أدعوك خلف حجاب الكون منبسطا. في بسط حبك لا أخلص من الأثر. في بسط حبك لا أخلص من الأثر. عمل في زنجبار أستاذا للغة العربية وعلوم الفقه، وتتلمذ عليه كثير من الأعلام، وشهد بكماله وفضله الخاص والعام. فقد كان في الإرشاد وتدريس العلوم والوعظ إماماً وأي إمام، وهو من رموز الشعر في عمان على مدى تاريخ هذا الشعر. تدفقت شاعريته وانبجس تيارها العرم، صاعدا بقوة إلى الطبقات العليا، لا يحده حد ولا يحجزه حاجز. ففرض نفسه بقوة على عمان كلها مع كثرة شعرائها وبلغائها في عصره، وفاضت منه فيوض نحو اليمن والخليج وبعض بلاد العرب الأخرى. وكل من صادف شعره اندهش واهتزت نفسه من الأعماق لهذا الشعر السابح في الفضاءات البعيدة الرحبة، على أجنحة محلقة متينة لا يكبح انطلاقتها كابح لغة رفيعة وخيال واسع وجملة رصينة وصور باهرة. تناول في شعره أغراضا عدة، منها الشعر الديني الذي يغلب عليه الطابع الصوفي. تلك الروح نلمسها بارزة جلية في قصائد عدة. ديوانه يحتوي على ما يربو 200 قصيدة، تفصح عن الكثير من التجليات العرفانية والحكم والوجدانيات والإلهيات ودلائل التوحيد والأخلاق. ومجالات الشعر التي أبدع فيها هي التصوف الذي يسمى أحيانا لدى أهل عمان بالسلوك. وقد بلغ الذروة فيه ما أثبت له الفضيلة وحقق له الشمائل الجميلة. توفي أبو مسلم العماني في زنجبار، ودفن بها يوم فاتح صفر عام 38 و300 وألف للهجرة.
وجهت نحو رسول الله نازلتي وجهت نحو رسول الله نازلتي وقلت يا نفس حم النصر فانتظري وقلت يا نفس حم النصر فانتظري أمنيات الفوز منه غير خائبة أمنية الفوز منه غير خائبة ومطمع النجح منه غير منحسر ومطمع النجح منه غير منحسر ونائل الخير منه غير منقطع ونائل الخير منه غير منقطع وفائض البر منه غير منحصر وفائض البر منه غير منحصر بسطت كافي إلى فياض رحمته على يقين بدرك السؤل والظفر وقمت ألهج والأمل صادقة يا عصمتي يا حبيب الله يا وزري أنت الحياة التي نفس البقاء بها بل أنت مكنون سر الله في البشر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أنت الرحيم يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله إن كان لي شعراء من فخر منقبة فبالمديح على بنيان مجدهم حازوا بمدح علاكم كل مكرمة ونالوا منك الغنى فضلا فقيل هم المديحون صراط القوم ما لهم أضحى الزمان